في فيديو النهاردة هنعمل كفتة الطاسة. الكفتة دي طعمها رهيب، تنفع كوجبة غدا أو في العزومات، والميزة اللي فيها إنها اقتصادية جدا وهتعمل كمية كبيرة معاكم، وحقيقي مش هتشبعوا منها. وكل الوصفة دي بتتحضر في أقل من 10 دقايق. يلا نبدأ بالطريقة. معايا نص كيلو لحمة مفرومة فيها كمية دهون كويسة، وبضيف عليها فلفل ألوان متقطع ناعم، وبصلة كبيرة مفرومة، وكوباية بقسماط أو عيش محمص، وشوية بقدونس مفرومين ناعم، وهحتاج بيضة. هضيف الملح والفلفل الأسود والثوم والبصل جاف، أو ممكن تكتفوا بالفلفل الأسود بس. وبعجن كل الخليط ده مع بعض، وإذا لقيتم العجينة محتاجة بيضة كمان ضيفوها علشان تطلع الكفتة متماسكة. شكلتها صوابع حجمها معقول، وبعمل حساب إن اللحمة ممكن تكش، فعلشان يبقى حجمها معقول بعد التسوية. وإذا لقيتم الكفتة بتلزق ادهنوا ايديكم بزيت. نيجي للتسوية، ممكن تحطوها في صينية وتدخلوها الفرن، أو ممكن تحمروها في الزيت زي ما تحبوا. بحمرها لمدة دقيقتين على كل جنب، ولما بتستوي بحطها في طبق عميق أو في حلة وبغطيها علشان تفضل طرية. ريحتها رهيبة، وتسويتها مظبوطة وطرية ومحتفظة بالعصارة بتاعتها. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. وإذا حبيتم الفيديو بتاع النهاردة بتمنى تشتركوا في القناة، وما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.